السمبوسة من أجمل الأطباق الجانبية اللي ممكن تقدميها على سفرتك في رمضان في أي عزومة، الصغير والكبير بيعشقها. ونظرا لارتفاع سعر اللحمة، فالنهاردة هنعمل مع بعض حشوة اقتصادية طعمها تحفة من غير لحمة ولا فراخ، وبجد طعمها حلو جدا وخفيفة، وكمان مش هتكون شاربة زيت، وهنلفها مع بعض بكل سهولة. وهنطلعها من الزيت مقرمشة جدا بتكة صغيرة، وكمان هنحشيها وهنفرزها لما نحتاجها نلاقيها في اي وقت جاهزة على التحمير على طول. يلا بقى حط لايك للفيديو واشتركوا في القناة، ويلا بينا نسمي الله مع بعض ونشوف هنعملها ازاي. بعد ما سمينا الله كده هنجيب بولة وهنحط فيها فلفل الوان اصفر واحمر واخضر. لو مش عندك او مش حابة هتحطي فلفل رومي بس طبعا فلفل الالوان فيه قيمة غذائية عالية جدا، وبيبقى شكله كده حلو في الحشوة. وطبعا هتزودي او هتقللي في الحشوه بتاعتك حسب كميه السمبوسه اللي عندك اللي انت هتحشيها. عندي هنا حوالي نص كوبايه من الجبنه الرومي او اقل كمان. بصوا يا جماعه، احنا مش ماشيين بمقادير خالص، كل اللي عندك حطيه، قليل بقى كتير مفيش مشكله خالص. حطيت قدهم جبنه موتزاريلا حوالي برضو نص كوبايه او اقل، وكمان حبه زيتون كده قليلين كانوا موجودين عندي. وعندي نص كوبايه من البسطرمه قطعتها صغير جدا بالشكل ده. لو مش عندك ما تحطهاش، انا حطيتها عشان هي موجوده عندي في التلاجة، انما في العادي بعمل الحشوه بتاعتي عادي خالص من غيرها. يعني هي مش اساسي خالص في الحشوه، انا كانت عندي في التلاجة وكانت كميه قليله فقلت استغلها. هضيف كمان عليهم معلقه صغيره كده مليانه من الزعتر، وطبعا الزعتر بيدي طعم حلو جدا جدا للحشوه دي. وقلبتهم كده كويس مع بعض، مش هضيف ملح مش هضيف اي حاجه خالص، لان الجبن اللي انا حطيتها الزيتون البسطرمه كلهم بقى فيهم املاح ومتبلين كمان، فانا مش هحط اي حاجه تاني خالص. بعد ما قلبتهم تقليبه حلوه كده هركنهم على جنب، ونجيب السمبوسه بتاعتنا ونبدا بقى نطلع منها واحده واحده كده ونبدا نحشيها مع بعض. عندي هنا طبق صغير حطيت فيه معلقتين من الدقيق زيهم معلقتين من الميه، وعجنتهم مع بعض وبقى عندي عجينه سايله علشان نقفل بيها السمبوسه كويس ونلزقها بعد ما نخلص بقى علشان ما تفتحش مني في الزيت. عايزه اقولك كمان لو مش عندك جبنه رومي ولا جبنه موتزاريلا، ممكن تضيفي جبنه قريش للوصفه بتاعتك، بيكون طعمها حلو جدا. هتضيفي لها بس رشه من الملح ورشه من الكمون، وكمان حبه كده زيت زيتون، وتقلبيهم مع الفلفل الالوان اللي احنا حطيناه والزيتون، هتكون طعمها خطير جدا. تعالوا بقى نلف السمبوسه مع بعض خطوه خطوه. جبت ورقه السمبوسه وتنيت اول طرفها كده ناحيه اليمين، ورجعت تنيته ناحيه الشمال، بقى عندي قرطاس كده او مثلث صغير بالشكل ده مفتوح. وهبدأ بعد كده احشيها بالحشوة بتاعتي، ومش هنحط كتير قوي ولا قليل قوي علشان تكون برضو محملة كده ومتبقاش فاضية. بفضل بقى اتنيها ناحية اليمين مرة وناحية الشمال مرة لغاية ما بخلص ورقة السمبوسة كلها. اخر جزء بيتبقى معايا من ورقة السمبوسة بنحط عليها العجينة السايلة وبندخلها جوه السمبوسة كده وبنلزقها كويس جدا، وبيكون معايا شكل المثلث مظبوط وشكله حلو جدا. هعمل معاكم كام واحدة علشان توصل لكم الفكرة. طبعا الفيديو شارح نفسه اكتر من الكلام. كمان يا بنات ممكن نحشي السمبوسه بتاعتنا بحشوه العصاج الاقتصاديه اللي احنا عملناها مع بعض من كام يوم، حلوه جدا جدا. اهم حاجه اي حشوه هتحطيها في السمبوسه تكون مستويه، علشان طبعا مش هتاخد وقت خالص على النار، فمش هيبقى في وقت انها تستوي. هنعملها كمان مره اخيره. ادي الورقه اهي بتنيها بالشكل ده، وبنرجع نتنيها الناحيه التانية. بقى معايا شبه القرطاس، بمسكه في ايدي كده من تحت من اخره علشان ما يفتحش معايا، ونبدا نحشيه. نظبط الحشوه ونبدا بعد كده مره ناحيه اليمين مره ناحيه الشمال، وقرصي شويه عليه وانتي بتلفيه عشان يطلع معاكي المثلث مظبوط. واخر الورقه الطرف الاخير اللي هتبقى معايا بنحط عليه العجينه السايله وبندخله من جوه بالشكل ده اهو، وبنلزقه بيتلزق على طول. طبعا استغلي الوقت واعملي الكميه كلها مره واحده وفرزيها زي ما هي كده محشيه. جبت العلبه بلاستيك وهبدا ان انا ارصهم فيها بالشكل ده مظبوطين كده واقفين بالشكل ده. طبعا ما ينفعش خالص الاكياس، اي علبه بلاستيك او اطباق فل ماشي، لكن اكياس لا علشان ما تعجنش في بعضها وتتكسر في التلاجة. هترصي في الطبق على قد ما ياخد، بس ما تزنقهمش في بعض جامد علشان ما يلزقوش في بعض، وبغطيهم بالاسترتش بالشكل ده. هندخلهم الفريزر بالشكل ده، وقت ما بحتاجها بخرجها قبلها بشويه عشان تفك من التلج اللي هي فيه، وبعد كده بتحمريها في زيت سخن زي ما هنعمل دلوقتي مع بعض. وبكده بقت جاهزه معايا على التحمير ومش هياخد وقت خالص لما احتاجها. يلا بينا بقى نشوف هنحمرها ازاي. عندي هنا زيت غزير وسخن جدا، وقبل ما انزل السمبوسه في الزيت بكون مهديه النار، ما ينفعش النار بتاعتي تكون عاليه، كفايه الزيت يكون هو سخن.
وبعد ما انزلها في الزيت بجيب معلقه وبفضل كده اغرق السمبوسه بتاعتي بالزيت السخن من فوق علشان يعمل لها البابلز او الفقاعات اللي بتكون عليها من فوق. طبعا دي بتخليها مقرمشه جدا وطعمها حلو جدا جدا. فطول ما هي على النار هبدا احط لها زيت بالشكل ده، وطول ما هي بتستوي ما ينفعش اسيبها واروح اعمل اي حاجه تاني، لان سهله قوي تاخد لون بسرعه من الجوانب وتتحرق معايا. فطول ما انا واقفه بغرقها بالزيت بالمعلقه بالشكل ده لغايه ما تاخد معايا اللون المظبوط. لعلمكم هي ما بتاخدش دقايق وبتكون استوت، يعني الموضوع ده كله 3 دقايق بالكتير. وكمان خدوا بالكم النار لسه عندي هاديه مش بعليها خالص، علشان تستوي على مهلها والجبنه اللي جوه تسيح وتفضل مقرمشه معانا بالشكل ده. اول بقى ما توصل معايا لدرجه اللون الحلو بصفيها بالمصفى. بصوا بقى اللون ده مظبوط جدا جدا، بلاش بقى تزودوا عن اللون ده علشان ما تبقاش فيها مراره كده ساعه الاكل. بصفيها بقى كويس جدا من الزيت وبحطها على مصفى او شبكه عشان تفضل مقرمشه وما تطراش مني. شايفين بقى كلها واخده نفس الدرجه وكل واحده فيهم شبه التانية بالظبط، علشان كنا بنقلي فيهم باستمرار على النار ما سيبناهمش. وده شكلها بعد ما خلصت الكميه بتاعتي كلها، بجد شكلها تحفه وكمان طبق مشرف وحلو جدا على السفره. تعالوا بقى اوريكم قد ايه هي مقرمشه وخفيفه ومش شاربه زيت وبجد تحفه، والجبنه كده بتمط فيها وسايحه. عشان كده قلتلك خليها اخر حاجه قبل الاكل ب10 دقايق على طول. شايفين بقى الجمال. لو انت بقى بتعملي دايت ومش عايزه تحمريها في الزيت، رصيها في صينيه وادهنيها بمسحه من الزيت ودخليها تحت الشوايه تاخد لون من الجنبين وهتكون تحفه. اشوفكم على خير، باي باي.